السادات والاساتذه على على معركتهم النضاليه اللي كما اشار لها زميلنا وصديقنا الاستاذ حسن، عبرت على قدره لا متناهيه في التنظيم، في الدفاع على الحقوق وعلى المكتسبات بطرق سلميه وبطرق حضاريه، أعطت درسا نموذجيا لكافة المكونات الاجتماعية والمكونات السياسية داخل الوطن. أود أن أعبر لكم عن تضامن النقابة عدد من مكونات النقابة الوطنية للتعليم العالي مع معارككم، والأخوات والإخوان اطلعوا على البيان ديال الجامعيين الديمقراطيين والبيان ديال عدد كبير من أعضاء اللجنة الإدارية، وكعضو اللجنة الإدارية أعبر لكم عن تضامننا المطلق واللا مشروط ضد كل أشكال العنف والتعنيف، ولا بد من الرجوع كما شار لها الاستاذ حسن، لابد من الرجوع شيئا ما الى الوراء. هو انه خلال الموسم التكويني الفارط كانت هناك عدد كبير من ميزانيات ضخمه رصدت من اجل الاقلاع بمنظومه التكوين داخل الوطن. اذا بنا لم وكانوا الاساتذه والاستاذات كلهم حاضرين، لم يسبق أن تمت الإشارة لهذا المرسومين أو شيء من هذا القبيل. الجميع يعلم أنه ولن نسكت على ضرب مكتسبات مواطنين وضرب مكتسبات، ولم يكن هناك أي مبرر لاتخاذ قرارات من هذا القبيل، أنه غادي يوصلنا الباب مسدود. الجميع كيعلم هذه، يعني الساذج، آخر ساذج اللي عارف الوضعية الاجتماعية والاحتقان اللي كيعيشه المغرب، وان قرار من هذا القبيل غيوصلنا اسوء من هذا. كيجيو اخيرا، هذا هو الاخطر، ان شباب اساتذه متشبتين، ماشي بحقهم، هادو متشبتين في حقهم في الاسهام في بناء هذه البلاد هذا وبكل مسؤوليه، وكيجيو كيواجههم بالقمع، بالحط من كرامتهم. من بعد 3 شهور حتى شي لغه ما تستعملات، لا عربيه لا فرنسيه لا امازيغيه لا انجليزيه لا والو، كتستعمل لغه العنف. 1 2 3 1 2 3 اجتمعوا الوزاره اجتمعوا الشفاره وقالوا اش نديروا نديروا خصاصه ورحنا من اجل خدمه الاملاءات الخارجيه، املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئه النقابيه ولا المدنيه كلها متضامنه مع المطلب ديال الاساتذه. لماذا؟ لان الحركه ديالكم حركه منظمه، حركه حضاريه، حركه متماسكه، حركه عطات درس في التجربه النضاليه في التاريخ ديال المغرب. قلت بان المدرس كان دائما اننا متضامنون معكم، والتضامن ديالنا معكم لا مشروط، ونطالب من الجهات المسؤوله ان تفتح ابواب الحوار وان تلجا الى الاساليب اللي مفروض ان الدستور ديال 2011 اسس لها العهد الجديد، انها تجلس معكم على مائده الحوار احقاقا للحق. ونتمناو ان المسار ديالكم نتمناو لكم التوفيق، وحنا راه متضامنون معكم الى النهايه. تحيه نضاليه. كل المكتسبات الاجتماعيه هذه غير جزء صغير من داخل السياسه الحكوميه الحاليه، ونهج الاسلوب القمع والتعنيف ورفض الحوار ورفض الاشراك اللي كيضمنوا الدستور وكيضمنوا كل القوانين اللي سايده في البلاد. ان المسؤوليه لم تبقى مسؤوليتكم لوحدكم، ان مسؤوليه انقاذ بلادنا، انقاذ وطننا، وعدم الزج به في اي مغامرات اللي كنرفضوا اطلاقا انهم يزجوا بوطننا من هذا القبيل. هذه مسؤوليه الجميع، جميع المكونات الديمقراطيه داخل هذا الوطن. كيخصنا نوقفوا وقفه وحيده
وتحملنا مسؤوليتنا كاملة، لأنه نعلم ما يقع في جوارنا، ونرفض إطلاقا لا بن كيران ولا حصاد ولا بن مختار ولا أيا كان، نرفض إطلاقا أن شي واحد يزج بهذا الوطن بمغامرات من هذا القبيل، وأنه يمس بعدد من المكتسبات اللي المغاربة أدوا الثمن. قماع الفقراء وتقمع الفقراء وتحمي الشفارة وتحمي الشفارة وهاد الدولة حقارة وزيد قمعني